اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة بقى حبايبي هنعمل طبق الفول المعتبر. ازاي نعمل الفول في البيت من غير دماسة ومن غير أي حاجة؟ نعمله في حلة ويطلع زي بتاع بره وأحلى كمان من بتاع بره، ويفضل لونه فاتح ما يغمقش، عشان ناس كتير قوي بتشتكي ان هي لما بتعمله في الحلة لونه بيغمق. شايفين لونه ما شاء الله، مش قادرة اقول لكم كان تحفة ازاي. طبعا بتجيبي الفول وبتنقيه كويس، وبعد كده بتنقعيه حوالي 4 ساعات او 5. يعني نقعيه من بالليل وقومي الصبح حطيه على النار. انا كده دلوقتي حاطه الفول في الحله وميه سخنه من الكتل، وحاطه طماطم وليمونتين. تمام. مجرد ما هيغلي هبتدي بقى اقفل عليه واسيبه. قعد حوالي ساعه ونص او ساعتين. مجرد ما غلي وطيت النار وسبته، استوى بقى مع نفسه براحه راحته. وكان مش قادره اقول لكم مستوي زبده ازاي. بس اهم حاجه ان انت تنقعيه كويس، عشان لما بيتنقع ما بياخدش وقت في السوا كتير. في ناس كمان بتحب تحط عدس مع الفول، براحتك، بس انا بصراحه مش بحب. انا بحب يبقى فول وطماطم وبحط ليمون. هنغطي بقى بغطا حله. انا حبيت اجيبه غطا حله يكون مفرود، عشان خاطر انا مش عايزاه يطلع اي هوا خالص، وعليه حله. الحله دي بتبقى مليانه ميه. كل ما بتعوزي ميه بتزودي. طبعا كده انا استوى وضربته في الكبه. ودلوقتي عملت بصلايه ونزلت عليها بالفول. في ناس بتحط الطماطم الاول، بس الطريقه دي بتخلي طعم الفول احلى. يعني في ناس بتسبك الطماطم الاول بعد كده تحط الفول، طعم الفول كده بيبقى احلى بكتير. هنقلبه بقى شويه في البصل. يعني تسيبيه ياخد كده الطعم بتاع البصل هنحط بقى الطماطم. هنحط الطماطم والفلفل اللي تحبيه بقى، عايز تحطي فلفل الوان، عايز تحطي فلفل اخضر، عايز تحطي فلفل حامي. انا حاطه الطماطم والفلفل. وهنسيبه شويه حلوين كده 5 دقايق او حاجه، بحيث الخضار اللي احنا حطيناه ده يستوي. هنحط بقى التوابل بتاعته. هتحطي ملح وكمون. طبعا الكمون يعني الف في الفول الكمون. اهم حاجه في الفول ان انت تحطي فيه كمون. في ناس كمان بتحط شويه كمون معاه وهو بيستوي، بس بيغمق اللون بتاعه شويه. وطبعا معلقتين طحينه عشان خاطر تخلي طعمه حلو. وليمونه. اهم حاجه تعصري عليه ليمونه. الليمونه اللي احنا بنحطها معاه وهو بيتسلق دي بتخليه بعد كده لونه وطعمه تحفه. هنقلب بقى كويس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انا بحب الليمون كتير قوي في الفول. يعني ممكن احط ليمونه على الكميه اللي محطوطه دي. طبعا الفول معاكي في البيت هيبقى اسهل واسرع وارخص بكتير من بره. وصدقيني لو دمستيه بالطريقه اللي بقولك عليه ده هيطلع لونه احلى من بره 100 مره. انا حسيت ان الطحينه قليله شويه فحطيت له كمان معلقتين طحينه. على فكره الطحينه دي سلطه الطحينه مش طحينه خام، يعني الطحينه دي انا مخففاها. وكنا عاملين قبل كده الطحينه على القناه اصلا. هنقلي بقى شويه بتنجان ونعمل جنب طبق الفول ده حبه بتنجان حلوين كده. اول ما يطلع البتنجان معاكي من الطاسه اعصري عليه ليمونه. صدقوني بتنقل البتنجان في حته تانية خالص. وليمونه يعني بضمير كده، عصير ليمونتين او ليمونه بضمير. طبعا حسب الكميه اللي انت عاملاها. انا هعصر الليمون. وبعد كده هحط عليه بقى الخلطه اللي انا عاملاها دي. ده توم من اللي انا برضو ببقى مجهزاه في التلاجة. وببشر عليه طماطمايه. انا بحب قوي الطماطم مع البتنجان، بتخلي طعمه حلو قوي. الطريقه دي في تقطيع الطماطم في تقطيع البتنجان بتخليه سهل معاكي. وبصي يعني انا دلوقتي عشان اخلله هحط عليه الخلطه وهقلبه، بس مش هقعد بقى اعمله واحده واحده ومش عارفه ايه. يعني انت لو عندك بتعملي فطار سريع وبتاع، الطريقه دي هتبقى سهله معاكي قوي وسريعه. مش هياخد منك وقت، وكمان بيبرد بسرعه. عارفه لو الطريقه دي بقى برضو حطيتيه في التلاجة شويه قبل ما تاكلي هتلاقي البتنجان طعمه رائع. يا سلام بقى على حته بتنجان كده في ربع رغيف عيش وكوبايه شاي بقى. وما تقوليش. اهو شايفين ما شاء الله شكله جميل ازاي. احلى حاجه بتدفي في الشتاء والله. دلوقتي بقى نغرف مع بعض الفول. طبعا انا ضربه الفول في الكبه، يعني بعد ما استوى ضربته في الكبه. انا عايزه اقول لكم والله طعمه كده بيبقى حلو قوي. ممكن كمان تعملي بقى بزيت وليمون. لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عايزه بقى تحطي بقى اللي انت عايزاه براحتك. يعني انا كده بس بزين الطبق. عايزه تحطي زيت، عايزه تحطي شويه طماطم، تحطي شويه فلفل تاني. الحاجات اللي هي هتتحط الاضافيه دي هتخلي كمان طعمه احلى بكتير
هتأكد معاك الطعم يعني. بس رشة سلطة طحينة، وبعد كده بقى نحط الطماطم والحاجة. الطريقة دي يا جماعة والله جربوها، صدقوني هتعجبكم. وطبعا ما تحرمش منكم ولا من كومنتاتكم ولا من لايكاتكم. حبايبي ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب. بجد انا ربنا اختصني بالناس المحترمة اللي على اليوتيوب والله. ربنا يصلح حالكم جميعا يا رب. شوية حركات كده عشان ايه يبقى المنظر لذيذ. شايفين كان في حتة طالعة، انا داريتها بشوية البقدونس. على فكرة البقدونس ده احنا مرمناهوش، احنا كلناه مع الفول كان طعمه رائع. وطبق سلطة مخلل اللي احنا عاملينه برضو على القناة. كده الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبك الفيديو لايك واشتراك ودوس الجرس عشان يوصلك اي جديد. باي باي.